بص يا ابو الصحاب، احنا كسبنا الحمد لله وربنا كرم. بس ما اوعى تتعشم ان دي حاجه هتحصل كتير لحد اخر. مبدئيا كده لحد الكريسماس. يعني انت لحد الكريسماس عندك مثلا 3 4 ماتشات. حط ايدك على قلبك، انت الكلاسيك الجاي ده مبدئيا اوعى تتعشم انك هتعرف تكسب، لان انا كبرشلوني انا مش متفائل. ليه بقى؟ تقول لي ليه؟ بقول لك انا، انت عندك الماتش ده لو اتفرجت عليه قدام جيرونا، لو عندك لعيب اللي هو التسعه بتاعهم ده عنده بس سنس ان تهديف قد كده قد كده اهو، بص في الكاميرا قد كده اهو، كنا كسبنا كنا خسرنا 6 مثلا 7 حاجه كده. احنا كنا ستر ربنا ان هم كانوا بهايم، وتشيزني شال كام كوره على الدفاع، عمل كام حركه على كام نط على بتاع. لان انت عندك انيجو مارتينيز من ساعه ما طلع احنا مش عارفين نعمل حاجه. احنا مسيره التسلل دي انتهت بالنسبه لنا، الموضوع خلص. لا حد عارف يظبطها، ولا كوبارسي في مستواه، ولا اروخو طبعا بني ادم، ولا كريستنسن يقدر. ما انت مش عارف برضو، انت مش هتيجي على الراجل وتقول له انت اقف ده فعلي. راجل برضو سنه يعني ما يسمحش الحاجات دي، ولا امكانياته، لان هو كامكانيات برضو هو مش احسن حاجه يعني. فانت المشكله عندك بقى في ايه؟ اول حاجه الاول، انت عندك لامين يامال طلع في الدقيقه 70. هتقول لي طب ازاي لامين يامال يطلع وانت محتاج جون ومتعادل 1-1 وعايز يطلعه؟ طب ما هو غصب عنه يا جماعه، الراجل لسه طالع من اصابه وعنده تعبان. يعني الراجل برضو عنده مشاكل في العانه يعني. ما انت برضو احنا رجاله ونفهم الكلام ده كله. بس سيبك من الهزار والكلام ده. لامين يامال كان لازم يطلع اكيد اكيد اكيد، لان هو عايز يحافظ عليه اللي قدام. يعني هو مش فارق مع الماتش ده يا عم، يقول لك هتعادل مش مهم بس ما يتصابليش تاني يعني. الناحيه التانيه عندك بيدري ما بقاش يقعد اكتر من 70 دقيقه. ده مع ده في المنتخب في برشلونه ما بقاش بيقعد اكتر من 70. رجع الزجاجي تاني اللي احنا عارفينه حبيبنا. بس ليه؟ عشان هو لعب 180 الف دقيقه السيزون اللي فات والسيزون ده، هو ما بيطلعش من الملعب. فهو الواد مش قادر، انا مستنيه عارف انه هيتصاب. يعني انا مؤمن ان انا عارف انه هيتصاب امتى انا مش عارف. وخلي بالك بيدري ده المفروض بعد ما يخلص التشامبيونز ليج والدوري والكلام ده كله، المفروض بعد كده يطلع على كاس العالم يلعب هناك. ده مش بني ادم يا جماعه، ده ما هو يعني ده انسان واحد، ده مش اكتر من انسان. فانتوا بتيجوا عليه زياده عن اللزوم. وفي نفس الوقت هو طبعا كبديل ملوش بديل، احنا عارفين كلنا انه ملوش بديل. وبرشلونه بتلعب 80 مليون ماتش في السيزون ده، كل الفرق يعني، مش برشلونه بس يعني. فدي حاجه تانيه. المشكله الاكبر بقى عندنا هي ايه؟ هي اراوخو لسه حاطين الجون اللي كسبنا الماتش. هتقول لي طب ما دي حاجه حلوه جدا، اقول لك هي دي حاجه مش حاجه حلوه خالص. ليه بقى؟ لان كده الاداره ممكن تقول لك طب ما ده حلو ده، طب ما نلعب بيه، ما جميل ده. هو مش جميل، هو مش حلو، هو ولد عنده جرينتا انا ما شفتهاش في حياتي. هي يعني جرينتا فالفيردي كده. بس في نفس الوقت هو مش مستوى فالفيردي، هو تحت قوي، هو تحت هو بيحاول يقدر يعني اللي يقدر عليه بيعمله. بس اللي يقدر عليه ده مش كفايه، مش اصلا مش ما يعديش حتى، مش اوكي، وحتى مش اوكي، مش يعديش بس. فاحنا في نفس اللي هو عايزين، اللي هو نقول له طب ما يعني انت بقى لو الجرينتا تيجي عليها شويه اسلوب لعب حلو كده تبقى والله العظيم زي الفل. لان هو مش جايه معاه سكه ان احنا نلعب ب ب ب ب بمصيده التسلل. لو مش بطل انا عايز اخش اضرب اللي قدامي واجيب الكوره، انا هاخد كارت احمر لما اضربه. ده لما جه يحتفل خد كارت اصفر. وبعدين عايزين نتكلم على فليك واللي عمله فليك. ايه يا فليك اللي انت بتعمله؟ انت راجل يا عم، راجل كبير وراجل كباره وراجل الماني، ما بتعملش الحاجات دي. احنا ما نسمعش عنك كده ابدا الحركات اللي انت عملتها بايدك والكلام ده. انت غالبا هتوقف 30 40 ماتش ولا حاجه. انت مبدئيا خدت كارت احمر ومش هتلعب مش هتحضر الكلاسيكو. بالمره ما تحضرش الفضيحه اللي هتحصل ساعتها. ان شاء الله ما يحصلش فضيحه ولا حاجه يعني. ان شاء الله نكسب يعني. مش قادر اقول نكسب، يا رب نتعادل، يا رب نتعادل يعني. ان شاء الله نتعادل وما نخسرش بس. لان انا طبعا عندي يعني يقين تام ان احنا غالبا مش هنعرف نكسب الماتش ده بالمستوى اللي احنا بنتفرج عليه ده. خصوصا ريال مدريد برضو فرقه مش بطاله، مش وحشه، وعندها مشاكل دفاعيه انا فاهم. بس احنا ما عندناش لسه اللي تخلص هناك يعني. لامين يامال لسه راجع من الاصابه. وفي يعني اديك شايف يعني ماركوس راشفورد. يعني هو حلو والله وجميل وبسمسم، بس لسه ما عندوش الحته اللي هي الابداعيه اللي يخلص فيها ماتش لوحده دي. اتمنى انه يعملها يعني. اتمنى حد يعمل حاجه ما حصلتش ونكسب يعني. ماشي. لو هنتكلم على ماتش النهارده بقى، ماتش النهارده هانزي فليك قرر ان هو يتطرف اكتر. يعني مش فكره اللي هو ايه، لا ده انا مش هغير في وجهه نظري او مش هغير طريقه لعبي، لا لا لا، انا هتطرف اكتر. انا اللعيبه بتاعت خط النص بتاع الدفاع بتاعتي هتلعب مش على يعني نص السنتر، لا انا هخليها تلعب قدامها بحيث ان الكره اتلعبت وراه ما تبقاش اوف سايد اساسا. يعني انا هتطرف اكتر. انا هخلي كل اللعب، كل الخطوط لازقه في بعضها، يقف كل واحد كده يعني لا مؤاخذه توتيتو في حاجات اللي قدامه. عشان ايه؟ نبقى لازقين كده في بعضينا كلنا، عشان ما نعرفش نعمل حاجه. احنا نص ملعب زي الفل في الهجوم، احنا في الهجوم ما نعرفش ابونا. بس احنا في الدفاع ما خدناش في الكلاس. والدفاع انت وانا اتكلمنا بقى ان هو مالطو ومتقدم زياده عن اللزوم وبتاع. وفليك مش هيغير رايه، فاحنا خلاص وفي نفس الوقت ما هو فليك بقى ايه ماسكنا من اللي بتوجعنا. تقول لي ليه؟ اقول لك انا دلوقتي فليك هتيجي تقول له ما ينفعش الطريقه تلعب بيها دي، انت ما ينفعش الطريقه تلعب بيها دي. يقول لك ايه؟ طب هات كلاماتس، هات لي لعيبه عشان اعمل لك الطريقه اللي انت عايزها.
يقول له لا ما انا ما فيش لعيبه، يقول لك تخلص خالص وتقعد ساكت وتسيبني العب زي ما انا عايز، يمكن نكسب يا عم ربنا يسهل. ما ده اللي هنا الكارثه. انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما انا ما عنديش لعيبه، وفي نفس الوقت انا الراجل ده بيلعب بطريقه مش قادر العب بيها، وما عنديش لعيبه تقدر تلعب بيها. طب انا هنيل ايه في حياتي انا؟ ولا هباب ايه بقى؟ إيه لا اله الا الله. ربنا يستر، ربنا يستر، وان شاء الله نكسب ريال مدريد يعني من ورا قلبي بس يا رب. وسهرناكم معانا بقى، والحاجات اللي هي السبايس السخن اللي في الاخر دي ما ينفعش تعمل بقى سبسكرايب ولايك وشير بقى. شوف لو عايز تعمل ايه يعني، شوف انت اصلا لو وصلت لحد هنا ربنا يخليك.